عارفين ليه بنلاقي الكنايس متسمية بأسماء القديسين؟ الكنيسة هي بيت الله، والله بنفسه ساكن فيها، ودايما بنروح الكنيسة علشان نتقابل مع ربنا. وكل الكنايس هي بتاعة الله، ولكن دايما بنلاقي الكنايس دي متسمية بأسماء قديسين أو شهداء أو ملايكة. فبنلاقي كنايس على اسم أمنا العذراء، وأحيانا بنلاقي معاها اسم قديس تاني، وكنايس بأسماء قديسين وشهداء زي ماري جرجس وماري مينا وأبو سيفين وقديسين كتير تاني، ومش شرط يكون قديسين. فبنلاقي كنايس متسمية بأسماء ملايكة. فالكنيسة بتتسمى بأسماء القديسين علشان نكرمهم، وده اللي امر بيه الهنا بنفسه لما قال بنفسه اني اكرم الذين يكرمونني. وكمان الكنائس بتتسمى باسماء القديسين علشان دايما نفتكر حياة القديس ده، ونفتكر كل حاجة هو عملها وقد ايه هو كان بيحب ربنا. وكمان علشان نقدر نفرق بين كل كنيسة والتانية، فلو كل الكنائس ليها نفس الاسم مش هنقدر نفرق بينهم، وده اللي عمله الهنا. فمن بداية الخليقة الله دايما كان بيعرف عن نفسه ويقول انا هو اله ابراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وكمان لما الله قال على شريعته اللي هو حطها بنفسه إنها شريعة موسى، فكنيستنا من القرون الأولى وهي بتتسمى بأسماء قديسيها. وإنت كمان صلي معايا وقول أنا بشكرك يا رب، أرجوك خلي بالك مني، احفظني يا رب ونجيني، وابعد عني عدو الخير وكل أفكاره وكل محارباته الشريرة، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.